الماركتينج مش بس صورة حلوة، ألوان حلوة، إعلان كاتشي، لا هو ساينس بيمشي 360 مع البرودكت من أول يوم. كل المديرين بقوا وحشين صح؟ هما كل المديرين وحشين وكل المديرين قاسيين وبيقعدونا بعد الشغل وبيطلبوا مننا تاسكات كتيرة جدا، وأنا المفروض أمسك تاسك واحدة أشتغل عليها. النهارده معانا استاذه ايمان عبد الوهاب، 20 سنه ماركتنج. هي الماركتنج اند بي ار دايركتور لمؤسسه بهاء. ازاي حضرتك؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عرفينا بنفسك والباك جراوند بتاعتك. أنا إيمان عبد الوهاب، 20 سنة خبرة في التسويق والعلاقات العامة في مجالات متعددة. حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص مينلي تسويق، وبجهز دلوقتي للدكتوراه. مينلي خلال فترة خبرتي اشتغلت في أكتر من اندستري، ما بين ريتيل تشينز، ايجنسي سايد، اندستريال، وآخر حاجة NGOs. ايمان قولي لنا حكايتك بقى مع الماركتنج، ابتدت ازاي؟ والله أنا حكايتي ابتدت مع الماركتينج من أيام الدراسة، من وأنا لسه في الكلية. كانت الدكتور اللي بتدرس لنا ماركتينج أول حد دخل ادانا ماركتينج خالص. دخل لنا الماركتينج هو مش ساينس عادي أو مادة مانجمنت عادية هي بتدرس، لا هو الماركتينج هاو تو كوميونيكيت مع الكونسيومر. وانا الكوميونيكيشن من الحاجات اللي بتشدني من زمان، ان انا ازاي اتواصل وازاي اتعامل مع الناس، ازاي اوصل المسج بتاعتي. فكانت مينلي هي بتوصل الساينس بالشكل ده، غير انها كانت دايما في الماركتينج بتخليها فيها بارت كبير براكتيكال. بمعنى احنا الكتب بتاعتنا كلها جايه من بره، فكلها الاكزامبلز عاده بتبقى مالتي ناشونال، يعني اكزامبل من كولومبيا على اكزامبل من امريكا على اكزامبل من لندن. هي كانت دايما بتلوكالايز الاكزامبلز، فدايما تخلي الاكسبيرمنت جوه مصر. احنا البراند ده في براند شبهه في مصر عمل 1 2 3. فانت تقدر كستودنت لسه بتتعلم الساينس ده من اول وجديد، تبقى قادر ان انت تشوف ده هو حصل على الارض قدامك في الكوميونتي بتاعك بشكل عامل ازاي. من هنا ابتدى حبي للماركتنج. يعني ابتدى مش زي كل الناس، هو ابتدى من دراستك وابتدى من رؤيتك للواقع شويه. دي حقيقه، يعني انا من الاول واخده قرار ان انا عايزه اكمل ماركتنج. ده فرق معاكي في رؤيتك عن ما كنت بتدرسي؟ كنت شايفه الماركتنج بشكل معين، وبعد ما اشتغلتي 20 سنه في الماركتنج شايفاه بشكل تاني دلوقتي؟ هو انا مش شايفاه بشكل تاني، بس شايفاه بسكوب اوسع. بمعنى ان انت في الدراسه دايما بتبقى شايف سكوب صغير على حسب الكريليكم اللي انت بتدرسه، لكن انت لما بتنزل الماركت وبتبتدي تتعامل في اكتر من اندستري مع اكتر من نوع من الكونسيومرز، ده بيخلي الفيجن والسكوب عندك اوسع، فبتبتدي تشوف بارامترز تاني جوه الساينس غير بس الجزء الصغير اللي انت درسته. يعني انت الماركتنج مش بس اعلان. الناس دايما بتبقى شايفه ان الماركتنج احنا خلصنا البرودكت او السيرفيس يلا بينا نعمل ماركتنج كامبين. لا، انا بشوف ان الماركتنج بيتبني في الDNA بتاع البرودكت او السيرفيس من الاول خالص. انا لسه عندي فكره منتج او خدمه عايزه اقدمها، هنزل بيها فين، هكلم بيها انهي تارجت كاستمر، هسعرها ازاي، مين الماركت بلايرز معايا. كل الحاجات دي دور الماركتنج. الريسيرش بارت من الماركتنج، هو مش ديفرنت ساينس عن الماركتنج. فهي في الاخر الماركتنج مش بس صوره حلوه، الوان حلوه، اعلان كاتشي، لا هو ساينس بيمشي 360 مع البرودكت من اول يوم. انت اشتغلتي في اندستريز كتيره مختلفه. اشتغلتي ريتيل وبي تو بي وبي تو سي. ده حقيقي. دايما بقى الكونسيومر بيهيفير والتغيرات اللي بتحصل في كل اندستري من دول كنت بتشوفيهم ازاي وانت شغاله؟ اثروا معاكي ازاي في طريقه شغلك؟ والله بص، هي كل اندستري بيبقى ليها ناتشر مختلف، الطبيعه بتاعتها بتبقى مختلفه. الريتيل بيبقى ليه ناتشر مختلف شويه على الحاجات الاندستريال، عن الايجنسي سايد، عن انك تشتغل FMCG، هتشتغل كوميرشال او هتشتغل NGO. الكونسيومر مختلف، بس في الاخر هو الكونسيومر المايند سيت واحد. يعني انا هتعامل مع هيثم، فهيثم هو مدير الشركه لو انا هروح له B2B، هو الكونسيومر بتاعي لو هيشتري البرودكت، هو الكونسيومر بتاعي لو هيتبرع. فهو في الاخر المايند سيت، انا لازم الكونسيومر بتاعي اشوفه هو educated لغايه فين في الاندستري اللي انا شغاله فيها. هل هو عنده النو هاو بتاعه البرودكت او السيرفيس، ولا انا محتاجه ابتدي من الاول واعمل education للنو هاو بتاعه البرودكت. دي بتبقى مهمه جدا علشان تقدر توصل المسج. الكونسيومر ممكن مسج حلوه تخليه يجراب اتنشن او يبقى الاعلان كاتشي، بس هو لو ما فهمش واتس بيهايند المسج او ايه البنفيتس اللي بتروح له،
خلاص هو اتفرج على اعلان حلو وعدى زيه زي اعلانات حلوه كتير. بالظبط، مش هتوصل له الرساله اللي انت عايز طبعاً. توصلها، مش هتوصل للاوبجيكتيف، مش هتبقى توب اوف مايند، هو مش هيبقى فاكرك. انت بتعمل الحاجات دي كلها علشان لما الكونسيومر يبتدي ياخد الاكشن يريكونسيدر البراند بتاعك، تبقى انت التوب اوف مايند بتاعه. فانت لو ما لمستش النيد بتاعته وقلت له ايه البنفيتس اللي هتعود عليه من البرودكت او السيرفيس، خلاص عادي مش هيفتكرك. ومن هنا بقى هنبقى نسالك بقى سؤال، ايه الكامبين اللي انت كنت شايفاها، الماركتنج كامبين اللي انت شفتي ان انت كنت حابه ان انت اللي تعمليها؟ والله هي مش كامبينة قد ما هي فكرة. 7 اب عمل الايديا بتاعت فيدو ديدو. انا بشوف ان فيدو ديدو من اكتر الايكونز اللي كاتشي، وهي لمست العالم كله باختلاف الكوميونتي. يعني نزل في دول كتير، قعد سنين كتير، اتعمل حواليه كمية اعلانات ري انوفيشن، بس فيدو ديدو مع 7 اب خلى 7 اب هي بره اسم الكوربريت نفسها، بقت براند مستقل بذاته. اللون ده من الكولا او من الصودا هو اسمه 7 اب، خلاص هو اي حد عايز يشرب صودا لونها فاتح بيقول لك انا عايز 7 اب. فيدو ديدو كان كاركتر قادر يلمس اكتر من حد، قدروا يلعبوا بيه للاطفال الصغيرين، قدروا يلعبوا بيه مع الشباب، قدروا حتى يلعبوا بيه كفاميلي. يعني هم من فترة، من كام سنة، حوالي 6-7 سنين، كانوا رجعوا تاني يستخدموا الكاركتر. أنا كان بالنسبة لي كم من النوستالجيا، لا أنا عايز أنزل ألف الشوارع أشوف هو فيدو ديدو راجع يعمل إيه. كان بالنسبة لي كاركتر إحنا متعلقين بيه، وكنت شايفاها كماركتينج ايديا هي فيري بريليانت. هي شخصية كل الناس قادرة تشوفها، مش لابس سيجمنت ثابت، لا هو يقدر يخش اكتر من سيجمنت، وقادر يوصل المسج زي بالظبط ما البراند عايز يوصلها للكونسيومر. فدي كانت كامبين انا كنت احب جدا اللي كنت حابه ان انت تكوني عامله. اكون مشاركه فيها بشكل كبير. في كل مهنه بيبقى فيه سكيلز المفروض الواحد ينميها. مهنه الماركتنج انت شايفه ايه السكيلز اللي المفروض تبقى في الماركتير والمفروض انه دايما يفضل ينمي فيها؟ سكيل مهمه جدا، وممكن الناس تستغرب البوينت دي، السكيل الاناليتيكال. الماركتير مش بس حد كرييتيف، الماركتير لازم يبقى عنده اناليتيكال سكيلز عاليه جدا. لازم يبقى قادر ان هو يقرا السوق، يقرا الريسيرش، يقرا الارقام، يشوف البيع، يشوف البرفورمانس بتاعه، البرفورمانس بتاع الماركت نفسه عامل ازاي، ومش بس في البلد او في السوق اللي هو شغال فيه، الاسواق اللي حواليه. لان الماركتير زي ما قلت هو بيلعب في الدي ان اي بتاع البرودكت او السيرفيس اللي هو شغال عليها. ففي الحاله دي هو قصته مش بس ان انا هعمل اعلان حلو، الوان حلوه، لا لازم ابقى عارف انا هنزل للكاستمر ده المسج بتاعتي تقدر تتاكل الكاستمرز سيجمنت بتاعتي كلها، ولا انا كل سيجمنت عايزه اخش بمسج تاني. طيب البرودكت بتاعي انا شايف انا واقف فين، انا في البرودكت لايف سايكل، هل انا في البدايه، في البيك، في الساتوريشن، هل محتاج اعمل ري انوفيشن، محتاج ازود حاجه، هل انا جبت الماكسيمم من الكامبين دي فانا محتاج ازود عليها، هل في ماركت بلاير داخل لي فلازم اشوفه. فالماركتير لو مش قاري الماركت وخارج بره البابل بتاعت الاعلانات والالوان والكلام ده، لا بيفوتوا كتير جدا. الريسيرش زي ما قلت في بدايه كلامي هو ارم مهمه جدا الماركتير بيحتاجها. ليه؟ لان هو بيساعده في انه يقرا السوق، بيساعده ان هو يوصل لانسايتس من جهتين، جهه الشخص اللي بيتعامل في البرودكت او السيرفيس بتاعته بيبيعها، والجهه الثانيه الكونسيومر اللي بيستقبل السيرفيس او البرودكت وبيستخدمها. الكونسيومر اكسبيرينس مهمه جدا. فالماركتير لو ما عندوش القدره على قرايه السوق والبارت الاناليتيكال، لا بيبقى فايته كتير قوي، بيشوف الدنيا من سكوب ضيق جدا. شايفه ان في مبادئ معينه المفروض الماركتير برضو يبقى متحلي بيها، يتحلى بمبادئ معينه في شغله؟ طبعا طبعا. اول حاجه انت مينلي بتبقى داخل البراند بتاعك لازم يبقى عندك لويالتي للبراند بتاعتك، لازم تبقى قاري السوق صح، لازم تبقى وانت بتصرف في البراند بتاعك لازم تبقى وايز. الماركتنج دايما الناس تقول لك ايوه يعني انت هتعمل لي الكامبين دي هتصرف فيها كام؟ لا هو انا مش هصرف فيها كام، انا المفروض بشوف البراند بتاعي هو واقف على انهي ستيج، وايه التولز اللي في الماركتنج هو ممكن يستخدمها عشان اجيب الماكسيمم بنفيت. مش بس صرف، انا ممكن كماركتير اخد قرار ان انا ما انزلش اعلانات وما اصرفش كتير، بس مثلا اصرف اكتر على الارض، ان انا اعمل اويرنس، ان انا اعمل رود شوز، ان انا اوصل اسبورت التجار مثلا في حاجه معينه في السيلز سايكل. مش دايما دور الماركتير الصرف او الاعلانات الغاليه او الميديا باينج والايرنج في كل التشانلز بارقام كبيره جدا. فلازم يبقى الماركتير اونست مع نفسه، اونست مع البراند اللي هو شغال فيه. شايفه الماركتيرز دلوقتي ازاي؟ يعني احنا من وجهه نظرنا احنا الناس اللي جوه الفيلد نفسه، بتشوفي الماركتنج والماركتيرز دلوقتي اللي موجودين دلوقتي ازاي؟ والله احنا عندنا ماركتيرز كويسين جدا ماسكين براندز،
بقت حاجه كويسه جدا ان في ماركتيرز في اعمار صغيره قدروا يوصلوا لمانجيريال بوزيشنز. دي حاجه مهمه جدا، لان دايما الماركتير بيخبط في حاجه مهمه قوي، البادجت والبي اند ال، وهندفع قد ايه وهنعمل قد ايه. فلو الماركتير ما عندوش من ان هو الاجيليتي انه يقدر يفهم البيزنس ويخش فيه، دي هيبقى دايما كونفليكت هو مش قادر يخرج بره. لا احنا عندنا مجموعه من الماركتيرز دلوقتي قادرين ان هم يمسكوا براندز مالتي ناشونال، ابتدوا ينزلوا في الماركت بتاعنا. احنا الحمد لله الكام سنه اللي فاتوا لا في براندز كتيره ابتدت تفتح في مصر وتبقى بتوبريت في مصر، فبيبقى بالنسبه لهم احسن حاجه ان هو يجيب المانجيريال ستاف معظمهم من نفس المكان، علشان قاريين ماركت وقاريين كاستمر وعارفين يتعاملوا. فدي حاجه كويسه جدا. لا انا بقيت شايفه ان الماركتيرز لا بيفكروا في البراند، ابتدوا يفكروا اناليتيكال، البارت اللي ليه علاقه بالريسيرش ابتدوا يبصوا عليه بشكل كبير. طبعا الدنيا بقى جوجلينج وسوشيال ميديا والاونلاين ريسورسز سهلت الدنيا كتير عن زمان قبل ما كان لازم. مفتوح اكتر طبعا البارت الاونلاين انت ممكن تسيرش وورلد وايد، ممكن تجيب ريسيرش لبلاد تانية وانت قاعد مكانك. يعني الاول كنت علشان تفتح في بلد جديده انت محتاج تنزل البلد دي وتقعد فيها شويه وتشوف ماركت ريسيرش. لا انت طبعا كده كده لازم هتنزل وهتشوف المكان وهتشوف هتشتغل فيه ازاي، بس على الناحيه التانية لا انت تقدر تجيب ريسيرش وانسايتس كتيره عن المكان تعتبر بريليمينري بالنسبه لك قبل ما تنزل المكان بنفسك تشوفه. فده سهل الدنيا كتير. ومن ناحيه الناحيه الثانيه بقى، الناحيه الشائكه، الكوربريتس او التوب مانجمنت في الكوربريتس لسه شايفاهم بيشوفوا الماركتنج زي الاول، ولا شايفه ان هم ابتدوا يستوعبوا لا، لان كان دايما بيبقى في حته احنا نجيب ماركتنج ليه؟ انا باوت سورس الماركتنج من بره، انا هجيب ايجنسي تعمل لي شغل الماركتنج على اساس ان احنا الماركتنج نوع من انواع الماركتنج كوميونيكيشن بس. هل دلوقتي شايفه ان الكوربريتس بقوا بيبصوا للماركتنج ديبارتمنت بالشكل اللي المفروض يشوفوه بيه، ولا لسه برضو النظره مش مفهومه لدور الماركتنج كويس في الشركات؟ الصراحة الفكرة اختلفت عن زمان. زمان فعلا كان بيبقى بالنسبة لهم الماركتنج اعلان حلو، فانا ليه اجيب ماركتنج؟ انا ممكن اجيب حد زي كوردينيتور او جونيور يقدر بس يشتغل اوبريشنال، يعمل اللينك ما بين الكوربريت وما بين الايجنسي. دلوقتي بعد ما في شركات كبيرة في مصر وشركات كتيرة ابتدوا يفهموا ان الماركتير بيخش في السايكل كلها، كل ما ليه علاقة بقى بالبرودكت مانجمنت، ما ده بارت من الماركتنج، البرايسنج، التريد ماركتنج ده بارت كبير. كل الناس دي لا بقت المفروض تبقى موجوده جوه الكوربريت، لان السي اي اوز بقوا لازم هيشير بيس اوف انفورميشن. هو ما ينفعش يشيرت مع ثيرد بارتي، هو لازم يبقى فرد من جوه الاورجنايزيشن هو فاهم الاوفرول بيكتشر انترنالي عامله ازاي، ويبقى هو الانترفيس اللي بيشوف الكلام ده ويقدر يترجمه بره يبقى شكله عامل ازاي. فلا انا بقيت شايفه ان في كوربريتس كتير بالعكس بقت لما بتيجي الايجنسيز تقول احنا ماركتنج ايجنسي، لا ثانك يو سو ماتش، احنا عندنا تيم الماركتنج كامل، احنا عايزين ايجنسي فور ريسيرش، ايجنسي فور ريتيل اوديت، حد يعمل لنا فكره كامبين وذاتس ات. ما حدش بقى بيقدم ماركتنج استراتيجي للشركات دلوقتي. التطور اللي بيحصل في عالم الديجيتال، شايفه النقله اللي اتنقلت ليها واحساسنا احنا في الماركتنج بالنقله بتاعه الديجيتال فرقت معاكي كتير في شغلك؟ اكيد نقله الديجيتال فرقت كتير. بارت ليه علاقه كنا بنتكلم فيه كريسيرش، هو فرق معانا ازاي ان الدنيا بقت مفتوحه وانت قادر انك تعمل ده. البارت الديجيتال طبعا الديجيتال بنفرقه بقى، هو يعتبر ليه في مصر بالذات وفي العالم حقب يعني ايراز ورا بعضيها. احنا الدنيا ابتدت عندنا من 2011 تبقى الديجيتال بلاتفورمز بقى ليها اكزيستنس اعلى جوه مصر. الفتره بتاعت البانديميك وورلد وايد البارت الديجيتال والاونلاين حصل فيه ترانسفورميشن وسريع جدا. دلوقتي دخول الاي اي كمان ابتدى يخلي الدنيا تختلف. الديجيتال ماشي بسرعه وده سلاح ذو حدين، هو بيديك كميه ريسورسز قويه جدا، بس انت محتاج تبقى اب تو ديت بشكل ديلي بيسز. يعني الابلكيشن الاول اللي كان بيبتدي ينزل من الاول وجديد كان بياخد له مثلا من 3 to 6 months علشان تبتدي تابجريد والناس تفهمه. دلوقتي في 2 weeks بتلاقي ابديتس. فالموضوع مهم، سلاح ذو حدين، هو مفيد، مفيش حد مش هيستفيد من الديجيتال. اي جاس ان مفيش اندستري ولا اي برودكت او سيرفيس مش هيستفيد من الديجيتال، بس محتاج اللي ماسك الموضوع يبقى اب تو ديت، قاري كويس وشايف الديجيتال هو يقدر يشتغل بيه ازاي لفايده للماركت وللبراند بتاعه. لما بتختاري ناس تشتغل معاكي بتختاريهم على اساس ايه؟ والله انا لما بختار ناس تشتغل معايا في الماركتنج بيبقى عندي كذا بوينت مهمه لازم ابص عليها.
اولا بتبقى على حسب البوزيشن، هل يا ترى اللي هيجي هيبقى تيم ليدر ولا هيبقى ماركت بلاير عادي كجونيور. في الجونيورز او في الاكزيكتيف سيجمنت عامه ببقى ببص على الولاد اللي بيبقى عندهم طموح، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا اكتر، عندهم طبعا المبادئ بتاعه الساينس نفسها ماشيه ازاي. لما بجيب تيم ليدر او بجيب حد في بوزيشن هيبقى تحتيه تيم، ببقى عايزه حد عنده شويه مانجيري سكيلز، حاول ان هو يدي اشراف للتيم، يعلمهم ازاي يشتغلوا مع بعض تيم ورك. دايما بحب اعمل حركه الروتيشن ما بين التيم، ان كل فتره كل حد ماسك تاسك معينه يبدل مع التيم التاني، علشان يوم ما هيحصل ان يبقى عندنا امرجنسي او عندنا مثلا هيكب حاجه حصلت، يبقى كل التيم بيشتغل مره واحده. اهم حاجه في التيم ان هم يبقوا فاهمين ان الماركتنج احنا هنشتغل بايدينا، وهننزل السوق وهننزل نجيب انسايتس، هنعمل اناليسيز، مش قاعدين بس بنبعت بريف وايميل وبنستنى الايجنسيز ترد علينا. بتخرجين بره الكومفورت زون بتاعتهم يعني. اكيد. رايك ايه في الكومفورت زون؟ لما بيبقى عندك تيم بلاير بيلعب دايما هو قاعد في الحته الكومفورت زون بتاعته مش عايز يخرج منها، في ريزيستنس ولا بيبقى عادي الناس بتتجاوب؟ لا طبعا، انت لما بتيجي تعمل اي تغيير لازم بيبقى فيه ريزيستنس. دايما هتلاقي عندك في التيم حد هو شغال في الحته دي بقاله سنين السنين، فهو بالنسبه له لا انا دي حتتي وانا جامد جدا فيها وبقدر اعملها كده وانا قاعد مكاني. ده لازم تخرجه بره الكومفورت زون، تديله تاسك بره الشغل بتاعه خالص، ويبتدي يتعامل مع كوليجز جداد غير الكوليجز الاولانيين. يعني مثلا لو هو متعود ان هو فور اكزامبل يتعامل مع التيم بتاع الفاينانس، لا انزل اتعامل مع التيم بتاع المصنع. انت متعود تبقى في المكتب، لا تعالى انزل معانا ماركت فيزيت وشوف التجار وشوف الكاستمر. اعمل سيرفي. انت مثلا بتاع الكوميونيكيشن والاعلانات، بص شوف بتاع الديجيتال بيبتدي يعمل ميديا باينج ويشتغل ازاي، بص على المودريتور بيرد ازاي. اوقات كتير ممكن اخلي التيم البرزنتيشن، لا انت اللي هتقعد مع زمايلك او التيم بلايرز بتوعك في التيم، تبتدي تشوف كل حد الجزء بتاعه وتكونسوليديت وتقول لنا احنا البرزنتيشن دي لما نيجي نعرضها على السي او او على البورد ممبرز احنا محتاجين نحكي الحدوته ازاي هنوصل البارت الاستراتيجيك، ازاي هنبتدي نتكلم عن التشانلز، وازاي هنبتدي نتكلم على التشالنجز والاتشيفمنتس بتاعتنا. ايه اكتر مشكله بتواجهك لما بتيجي تهايري ناس، لما بتيجي تعملي هايرنج للناس ماركتيرز من الناس الاجيال الجديده او جونيورز او اكزيكتيفز؟ ايه اكبر حاجه بتواجهك او ايه اكبر تشالنج بتلاقيه لما بتيجي تعملي عمليه الهايرنج؟ والله اكتر حاجه موجوده في الجيل الجديد يعني هي حاجه كويسه وحاجه ساعات بيبقى ليها تشالنجز. هم كلهم طالعين بمايند سيت انتربرينور، كلهم انا مالك وقتي، انا عايز افتح بيزنس خاص بيا، انا بس جاي المكان عايز اتعلم كام حاجه وبعد كده خلاص انا هقدر ان انا امبروف ماي سيلف واكمل. اي حد جديد عنده اكسبيرينس سنتين وعايز يبقى مدير، بيبقوا شايفين ان الموضوع ليه علاقه بان انا عايز اخد تايتل كويس، عايز اقعد في ميتنجز من اللي بيبقى فيها الاستراتيجي، بس عايز اشتغل بايدي. لا انت كل حد عايز كوردينيتور يساعده. مستعجلين شويه. التيم الجديد مستعجل قوي. طبعا هو بيبقى غصب عنهم لان الاكسبوجر والكوميونتي حواليهم سريع، هي حياتهم كلها ديجيتالي، فهي كل حاجه حواليهم بتتحرك بسرعه، فهم كمان بيبقوا عايزين يواكبوا، فبقت الدنيا بتشتغل سريعه جدا. هم ما عندهمش الصبر ان هو يقعد ويتعلم الحدوته للاخر ويعيد القصه مره واثنين وثلاثه، وانه ممكن عادي انه يقدم بروبوزل ويترفض. هو بيبقى دايما شايف ان الرفض ده رفض ليه هو شخصيا، وده بيعمل بيرسونال بارير، بيخليه يشوف ان المانجر بتاعه او السي اي او او هو ايفر مين بيبص على البروبوزل بيعامله هو شخصيا، مش بيعامل البروبوزل. لازم يفصل حياته او شخصيته عن شغله بشكل كبير. كل المديرين بقوا وحشين صح؟ هم كل المديرين وحشين وكل المديرين قاسيين وبيقعدونا بعد الشغل وبيطلبوا مننا تاسكات كتيره جدا، وانا المفروض امسك تاسك واحده اشتغل عليها. عايزين يشتغلوا على حاجه واحده، وما بيبقى فيه مالتي تاسكس بقى بيقدروا يكوبوا ولا بياخدوا وقت قد ايه معاكي عبال ما يقدر يكوب على المالتي تاسكس؟ والله بص، انا بوينت بتاعت المالتي تاسكس اصلا انا كايمان بيبقى عندي ليها بوينت شويه، ان يعني ايه مالتي تاسك؟ انا ببقى عايزه التيم اللي شغال معايا بالعكس، انا ببقى عايزاه مركز في حاجه واحده،
بس ده ما يمنعش ان هو يبقى شايف بقيه الفانكشنز بتشتغل ازاي. يعني لو هو ماسك البارت الديجيتال، عادي جدا ان هو ينزل رود شو مع تيم الاوفلاين. انت هتفضل حياتك على بلاتفورم سوشيال ميديا، انت شغال فيديوز تيك توك، فيسبوك، انستجرام، شغال على تويتر، هتنزل رود شو وهتنزل ايفنتس وهتشوف الناس على الارض بتتكلم ازاي. مش دايما السيرفيز هتبقى ديجيتال سيرفيز، اوقات كتيره هتبقى فوكس جروب وهتبقى 1 تو 1، هتبقى تليفونات زي زمان خالص لما كانت الحاجات بتتعمل. فانا ببقى محتاجه ان مش بس يبقى هو مالتي تاسكينج، انا عايزاه يبقى بروفيشنال في البارت بتاعه، بس في نفس الوقت هو فاهم بقيه الفانكشنز شغاله ازاي. الكونسيومر بيهيفير بالنسبه لك شايفاه اختلف عن زمان كتير ولا شايفاه ماشي ازاي دلوقتي؟ هو ما يعتبرش اختلف عن زمان، هو يعتبر اتعمل له ابديت. بمعنى كده كده الكونسيومر قبل ما بينزل يشتري اي منتج بيبقى عايز يعمل الاكسرسايز بتاعه، يبتدي يقارن اسعار، يشوف مميزات، بالذات لو الحاجه طبعا بنخش في حاجات ديورابل وبتقعد مده طويله. زمان كان الكونسيومر بيكتفي ان هو بينزل بالمحلات اللي حوالين المنطقه السكنيه اللي هو قاعد فيها، يبتدي ينزل ويعمل الاكسرسايز بتاعه. لكن دلوقتي الكونسيومر بقى عنده اكسبوجر عالي جدا ان هو يشوف المنتجات دي جوه البلد اللي هو فيها وفي البلاد التانية كمان عامله ازاي. فده بقت مخليه التشالنج عالي جدا على البراندز، لان الكونسيومر بقى عادي جدا هو ابديتد بكل المميزات. وكمان في براندز كتيره هو بيبقى عارف الموديلات الجديده نازله امتى، فبيبقى عارف حتى البروموشن اللي معمول هو معمول ايه سببه. فالكونسيومر بتاعنا بقى very well educated، فبحتاج ان هو يبتدي يوصل له كوميونيكيشن زي ما قلت في بدايه كلامي، ان المنتج مش بس مسج حلوه والوان حلوه، لا هي ايه الميزه وايه الحاجات اللي هيستفيد بيها لما يشتري المنتج ده، مش براند تاني. بيقولون المستهلك المصري صعب شويه في اتيتيود وصعب شويه في البيهيفيرز بتاعته، هل انت شايف ان ده حقيقي ولا شايف ان زيه زي اي كونسيومر تاني؟ هو المستهلك المصري مش صعب، هو شوية احنا طبيعتنا كمصريين بتبقى محتاجة دراسة شوية زيادة. احنا شعب عندنا بارت كبير ليه علاقة بان احنا ممكن تلاقي ان سوشيال ستاندرد بيشتري مثلا برودكت في ايكونوميك ستاندرد اعلى منه. احنا بنعمل حياتنا دلوقتي كلها شغاله بالانستولمنتس مثلا، فده مثلا قوم عندنا اندستري ليها علاقه بكل الشراء اللي ليها علاقه بالانستولمنتس والتسهيلات والتقسيط والحاجات دي كلها. الكونسيومر المصري ذكي جدا، بيفهم في البراندات كويس جدا، بيعرف يكمبير ويقارن ما بين منتج والتاني كويس جدا. هو طبيعة الحياة مخلياه هو عنده اكسبوجر عالي على حاجات كتير. احنا بنحب التاتش اند فيل، احنا بنحب كل حاجة نحسها بايدينا ونشوفها ونعمل عليها تيست واتنين ونسأل كتير جدا. فده بيخلي لا الكونسيومر المصري بعتبره كونسيومر ذكي مش صعب. بالنسبه لمجال الان جي اوز، ايه اكبر التشالنجز انت بتشوف انها ممكن تكون بتواجهك مختلفه عن الكوميرشال سايد؟ والله هي الان جي اوز الاندستري دي مختلفه تماما عن اي اندستري تانية. البارت الكوميرشال مختلف بالبرفورمانس بتاعه، البورتفوليو بيشتغل ازاي. الان جي او شويه بتبقى المعادله مختلفه. انا مش بحسها تشالنج قد ما هي اوبورتيونيتي، لان انت مينلي بتبقى شغال لكوز مهم جدا، بتتعامل مع كيسز هي اكشلي كلها حقيقيه، الناس اوريدي كلها محتاجه مساعده بشكل معين. فانت كماركتير دورك ان انت ازاي تحاول تساعد الناس دي بشكل كبير، تديهم اكبر استفاده. القصه عندك بتعلى بكوز اعلى بكتير من ان انا بس احقق مبيعات ويبقى البي اند ال تمام والكلام ده كله. لا، انت في ناس بتقدم لهم مساعده، بتبقى فرحتك لما بتشوف ان المسج اللي انت بتوصلها هي فعلا جابت فيدباك، والناس دي قدرت ان هي حياتها تتحسن او المشكله اللي عندها تتحل. فده بياخدهم في حته تانية مختلفه تماما. لكن طبعا كماركتينج لا، انت الدنيا عندك مختلفه. اولا انت عندك جهات رقابيه كتيره جدا، انت لازم تبقى عارف بالظبط حدودك هي ايه، انت المسج اللي انت بتتكلم بيها ازاي، الانفورميشن اللي انت بتعلن عنها لازم تبقى كير جدا على كل بيس اوف انفورميشن بتعلن عنها، لازم تبقى صريح جدا وفي كريديبيليتي عاليه ما بينك وما بين الاودينس بتاعك. اي وقت يطلب منك انك تعمل اناونسمنت عن ستيب انت اخدتها، مرحله انت افتتحتها، بروجكت انت خلصته، ده مهم جدا جدا. لازم يبقى في ترانسبيرنسي عاليه ما بينك وما بين الدونرز وما بينك وما بين الاودينس. لازم الناس طول الوقت تبقى شايفه ان الجزء اللي هم بيتبرعوا بيه من دخلهم هو ادى افاده عامله ازاي. فانت مثلا لو بتوصل لناس محتاج توصل لهم ميه، فهم لازم يشوفوا البرفورمانس، انت وصلت ميه لكام عيله. انت بتوصل مثلا ولاد بتدفع لهم فلوس المدارس، فهو لازم يبقى شايف الولاد دول انت ازاي قدرت تساعدهم وكام طفل وصل. لو بتعالج
اطفال من مرض معين، فانت محتاج طول الوقت ان انت تديهم الارقام والابديتس بتاعت انت عالجت كم طفل، انت واصل للمرحله عامله ازاي، نسب الشفاء عندك عامله ازاي. لازم يشوفوا البارت اللي ليها علاقه بالسستينابيلتي، هل انت لو باني مستشفى او باني مثلا دار ايتام، هل انت محافظ على السستينابيلتي، الاسيتس بتاعتك بتعيش معاك ازاي، المينتننس بتاعتك شغال ازاي. فالقصه ما بتبقاش بس كماركتنج واعلان، لا زي ما بقولك بيبقى البورتفوليو مختلف. انت محتاج بيس اوف انفورميشن كتير جدا تشارك مع الناس، محتاج يبقى فيه ترانسبيرنسي عاليه جدا، محتاج تكوميونيكيت 1 تو 1، ومحتاج في الان جي او انك تبعد عن الصعبانيات خالص. حتى هتلاقي ان معظم ده لو ما كانش كل الان جي اوز الكام سنه اللي فاتوا ابتدوا يبعدوا خالص عن ان احنا نوري كيسز او نوري حاجات يبقى فيها جزء حزين. لا بالعكس، الناس عايزه تشوف ان اللي هم بيساعدوا بيه هو اوريدي عامل افكت، والناس دي حياتها بقت احسن. فالعيان ربنا من عليه بالشفاء وابتدى يبقى احسن، الطفل اليتيم قدرنا ان احنا نكفر جزء من مصاريفه وحياته بقت احسن. الناس محتاجه تشوف الريزلتس الكويسه مش المشكله نفسها عامله ازاي. شايفه ان دور الان جي اوز في مصر لسه فيه اكتر ممكن يتعمل، ولا شايفه ان هم بقوا قايمين بدور كويس ومؤثر بفاعليه في المجتمع بتاعنا؟ والله هي الان جي اوز قايمه بدور مهم جدا في مصر. انت عارف احنا عدد السكان عندنا كبير، الدوله مساعداهم في حاجات كتيره ليها علاقه بالديتا والاماكن والاجراءات. هم مساعدين عائلات كتيره، بالعكس انا بقيت شايفه ان هم قادرين يتاكل الحاجات اللي يقدر يسبورت فيها ويعلم البرفورمانس. هو في الاخر ده عمل مجتمعي، دوره مش هيقف، ودوره لازم يكمل مع دور الدوله نفسها. احنا مع بعض عايشين في بلد او في مجتمع محتاجين نبص على كل البارامترز اللي موجوده، وازاي ان احنا نعمل ابجريد لكل اللايف ستاندرز بتاعتنا. فلا الان جي اوز لسه عندهم شغل كتير يشتغلوه، بيتقدم لهم مساعدات كتيره. بصراحه انا شايفه ان بالعكس اي مكان بنخشه او بنطلب فيه ان الناس تدينا سبورت، مش لازم يبقى السبورت ده فلوس، على فكره السبورت ده ممكن يبقى في حاجات كتيره جدا. لا بالعكس انا بشوف ان كل فئات المجتمع من اول المسؤولين للفئات المجتمع العاديين، الكونسيومرز بتوعنا العاديين، لا كلهم بيدوا سبورت وكلهم بيبقوا عايزين يعملوا حاجه احسن. احنا فينا كمصريين حاجه حلوه كده، ان بالعكس كل ما الدنيا تشد اكتر احنا بنشبك في بعض اكتر وبنبقى عايزين ندي بعض سبورت اكتر. الناس اون جراوند بتتعامل معاكم كان جي اوز ان انتوا جايين تساعدوهم، ولا ان انتوا جهه حكوميه بتقدم لهم خدمات، ولا هل هم فاهمين الدور بتاعكم بشكل كويس، ولا شايفين ان انتوا كماركتنج المفروض توصلوا الدور ده بشكل تاني؟ والله يعني الان جي اوز الفتره اللي فاتت ابتدت يبقى فيه زي طريقه في الكوميونيكيشن، ان كل مكان بيقدم او بيساعد في خدمه معينه او بيساعد فئه معينه هو لازم بيوصل بشكل كليرلي صريح هو دوره ايه بالظبط ومطلوب منه ايه المايلستونز بتاعته. فبالعكس انت لما بتنزل على الارض وبتتكلم مع الناس 1 تو 1 وبتحكي عن الكوز اللي انت بتساعد فيه، بالعكس بتلاقي الناس كتيرة جدا بتساعدك، من أول الأطفال الصغيرين والطلبة اللي بيبقوا عايزين يعملوا تطوع وفولنتيرنج ويساعدوك في اكتيفيتيز بتعملها للناس اللي انت بتساعدهم. لا كل الناس فعلا بيدوك الموضوع، احنا مع بعض بنساعد طرف تاني مهم معانا في المجتمع ان حياته تبقى اسهل وسلسه زينا. فبالعكس الناس بتبقى فاهمه الكوز كويس جدا، باختلاف الاعمار، باختلاف المستوى المعيشي، باختلاف مكان المعيشه. انا شايفه لا الناس بتتفاعل بشكل كويس جدا مع الموضوع ده. تجاوب الناس مع التبرعات الفتره الاخيره بيزيد ولا بيقل؟ والله بص، هو تجاوب الناس مع التبرعات ملوش علاقه بزياده وقل، بس هو بيعتبر شويه ليه علاقه بسيزوناليتي. في اوقات معينه في السنه بيبقى نسب التبرعات فيها كبيره، ليها علاقه بحاجات ليها علاقه بمواعيد خروج فلوس معينه او تبرعات. وموضوع التبرعات هو بيختلف من سيجمنت للتاني. هو التبرعات مش بس انا هتبرع بفلوس، زي ما قلت لك انا ممكن اجي اتبرع بوقتي ان انا اساعدك في يوم مثلا زي طفل يوم اليتيم. في ناس كتير بتشارك في يوم اليتيم في اماكن كتيره جدا ودور للايتام، ان هم اليوم ده بيبقوا موجودين مع الاطفال، بيساعدوهم، بيلعبوا معاهم، بياخدوهم فسح، بيجيبوا لهم هدايا. في انواع تبرعات كتير، في تبرعات ماديه وفي تبرعات عينيه. على فكره اوقات كتير بيبقى تعاملك برحمه مع الشخص اللي محتاج المساعده ده اكبر تبرع، اكتر بكتير ما تديله فلوس كمان. كارير الماركتنج شايفاه كارير سهل ولا صعب؟ والله هو كارير ماركتنج مش سهل ومش صعب، هو كارير ماركتنج فيري دايناميك.
كارير محتاجك طول الوقت تبقى قاعد اب تو ديت، بتقرا السوق حواليك، بتقرا كل حاجه، بتقرا الماركت اللي انت شغال فيه، الماركتس اللي حواليك، البلد اللي انت شغال فيها، البلاد اللي حواليك، لان ده بيديك دايما البيس اوف انفورميشن دي، بتديك دايما الاكسبوجر ان انت تفكر لقدام ويبقى عندك فكر استراتيجيك، لان الماركتنج عامه هو فكر طويل الامد مش تاكتكس قصيره الامد علشان تحل مشاكل موجوده دلوقتي. تحبي تنصحي الناس اللي داخله وعايزه تشتغل في كارير الماركتنج بايه؟ والله نصيحتي ليهم احنا هنخرج بره المكتب، احنا لازم نبقى على الارض، لازم نتعامل، لازم نبص على كل حاجه. انا لو حد كرييتيف او ليه علاقه بالديزاينز او ليه علاقه بالاعلانات، لا انا لازم انزل السوق واشوف الرود شوز بيحصل فيها ايه. انا لو حد بتعامل ديجيتال، انا لازم اتعامل مع التيم الاوفلاين اشوفه بيتعامل ازاي. الماركتير لازم يقرا حواليه كتير، ما يبقاش قاعد قافل على نفسه، ويبتدي ده من اول المكان اللي هو جواه. لازم يبص يشوف بقيه الادارات اللي حواليه ايه الداينامكس بتاعتهم، علشان ده بيساعده كتير جدا وهو بيحط بلاننج لما يجي يحط التايم فريم. احنا مجال طويل الامد، بس طول الوقت بيبقى عندنا تاكتكس لازم نلعب عليها. ايه الكويك وينز اللي ممكن يشتغل عليها بسرعه، ايه اللي ممكن يعمله داخليا عنده يسهل له اوبريشن فيقدر الامباكت بتاعه يبان بسرعه. ايمان، لو رجع بيكي الزمن هتمشي في نفس الطريق وتاخدي نفس كارير الماركتنج ولا هتغيري البلان بتاعتك؟ لا، لو رجع بيا الزمن هبتدي برضو ماركتنج من الاول تاني. في حاجه هتظبطيها في الرحله بتاعتك ولا هتكملي زي ما انت؟ والله بص، هو يبقى فاين تيون بسيط، لان خلي بالك هي الرحله عباره عن كل تجربه بتاخد منها الايجابيات بتاعتها وبتقويك، فبتخليك تقدر تخش على التجربه اللي وراها. فلا، ما عنديش حاجه حاسه ان لو عاد بيا الزمن هبقى عايزه اغيرها. اخر سؤال هساله لك، ايه اكبر تشالنج في رحلتك واجهتيه؟ اكبر تشالنج هو مش تشالنج قد ما هي opportunity، ان انا لما عملت التشافت من الكوميرشال للبارت بتاع الان جي او. الكوميرشال انت بتتعامل في برودكت او سيرفيس سولوشن بتقدمه للناس، الان جي او انت بتحاول انك تسبورت ناس اوريدي عندهم تشالنج في الحياه. فالبارت ده ايموشنالي بيبقى عامل لك بوشنج بزياده، ممكن يبقى فيها ستريس شويه زياده، لان انت شايف الافكت بتاع اللي انت بتعمله على حياه انسان. ان كان بقى الانسان ده مريض فانت بتساعده في الشفاء، حد محتاج تشالنج في الحياه، محتاج فلوس عشان يكمل تعليم، محتاج ان طفل يتيم انك تخلي بالك منه علشان ما يبقاش طفل شوارع. فالبارت الايموشنالي في القصه بتاعت الان جي او اعلى بكتير، فده اوقات كتير بيبقى مخليك ستريسفول اكتر. ايمان، تعبناكي ومبسوط قوي ان انت كنت معانا في بيزنس شو النهارده سيزون 1 الماركتنج، واول حد صورنا معاه. ميرسي جدا على وجودك معانا. والله انا الاسعد، ميرسي جدا يا هيثم، شكرا على الاوبورتيونيتي دي ان انا ابقى موجوده معاكم، واتمنى نجاح ان شاء الله ونبقى موجودين في حلقات تانية، واتمنى ان كلامنا يقدر يدي شويه انسايتس للناس اللي شغاله ان شاء الله. ان شاء الله. لو عايز تجوين الماركتنج تيم في مؤسسه بهيه، ابعت السي في بتاعك على الايميل الموجود على الشاشه وهنساعدك ان السي في بتاعك يوصل له.